بتكون عملت دايتس قبل كده وبيبقى عندها مشكله رهيبه ان هي بتقعد تخس او تتخن او اي حاجه وهي مش متابعه هي خست دهون، هي خست من العضلات، هي ايه اللي حصل، الميه قلت، الميه زادت، ودي حاجه مهمه بتهمنا احنا كخبراء تغذيه. فبالتالي لما اكون بعمل نظام غذائي لازم اكون متابعه جسمي عن طريق الانبادي. الجهاز ده جهاز مهم جدا بيديني تفصيلات وبشوف منه انديكيشنز بحط على اساسها اصلا نظام الدايت. فبالتالي بشوف منه كميه الميه الموجوده في جسمي، نسبه العضلات، نسبه الدهون، بشوف فيه البيزل ميتابوليك ريت او الحرق بتاعي عامل ازاي. كل ده بشوفه عن طريق الجهاز. يبقى انا وانا بعمل اي نظام هبتدي نظام لازم اعمل الميزان او اوزن بطريقه الانبادي. لو ما عملتش ده وفي طبيب طلب مني ان انا اديله وزني العادي ويعمل نظام من غير انبادي يبقى ده كده مش مظبوط. وممكن اتابع في خلال الشهر بالوزن العادي، لكن كل شهر لازم احلل انبادي واعرف النسب بتاعتي بقت عامله ازاي. ودمتم بخير.